السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وأسعد حال. النهاردة هيكون الفيديو التالت. اوح واحنا بنتكلم كريبر فرقع. يلا يلا والله لو في ايه مش هنتأخر عليكم. النهاردة هيكون فيديو التالت في لعبة ماينكرافت نسخة البيدروك. النهاردة يا جدعان هنشوف الكهف الكبير ده اللي احنا شفناه آخر حلقة. الحلقة التانية بتاعت ماينكرافت. هنستكشف كل الكهف ان شاء الله، وان شاء الله الفيديو يعجبكم. ويلا بقى نبدأ بسم الله. احنا لسه بادئين اصلا ولقينا كريبر فرقة، ربنا يهديه. مشكلة في المكان ده واسع وفي كريبر كتير جدا موجود. كنا هنموت والله العظيم، بس الحمد لله مش موتنا. لو حيوان ايه مستحيل يوقفني ان شاء الله عليكم. ان شاء الله كل يوم فيديو باذن الواحد الاحد. هنصلح كده بمكان الكريبر. عندي قلبين بس يا لهوي، كنت هموت والله. بس يلا احنا دلوقتي ان شاء الله في سنة حلقة التانية في ماينكرافت. جبنا الإيمورود، كان أندر حاجة في ماينكرافت. لو مفيش حد عارف أندر حاجة في ماينكرافت، ويا ريت اللي احنا نشوفه تايمود الحلقة دي عشان الحلقة تكون حلوة أوي وكده. ويا ريت تكتبوا لي في التعليقات عايزين نعمل ايه في الحلقة الرابعة. بإذن الله تكون الحلقة التالتة حلوة، والحلقات الجاية تكون أحلى وأحلى. يلا بينا نبدأ بسم الله. ندخل البيت شوف انا هاخد ايه. ناخد اكل، عايزين اكل، احنا كنا هنموت هنا. نحط الحاجات اللي مش لها لازمه. ورد غريب دي هنستفاد منها عشان نزرع. اللي انا مسكود ايوه دي نستفاد منه عشان نزرع وكده. اللي عارف اللي بيلعب ماينكرافت كتير هيفهم كلامي. ممكن نستخدم الخشب الابيض عشان جايبنا كتير ما شاء الله. ممكن اصلا نروح نجيب حبه ناخد ستيكس ده، نحط حجر ستاك كفايه. خليه هنا، والديرت خليه هنا، وده هنا. خلي الارو ده هنا، ارو يعني الاسهم. كل حاجة تمام. اوكي، ممكن نكسر معانا دي عشان بعد ما نعمل واحدة كمان يكون معانا واحدة بس. اه عادي ممكن نعمل واحدة. يلا يا عم مش هنقول لأ، نعمل واحدة. هي كرافت كتير دي بتعمل حاجات كتيرة جدا. تعالى نروح نكسر خشب بسم الله. ولكم ايه، بدل ما اطول عليكم اكسر خشب ستيك مثلا من البلوكات دي وارجع عليكم تاني. استنظرونا. نرجع لكم تاني لما كسرنا ستاك. انتوا شايفين ستاك، ولقيت في ورد كده غريب قلت اجيبهم اللي هما دول. الصراحة بحب الورد وكده، بحب الون بلوكات وكده، فانا جبتهم وحطهم في الصندوق. معنا الابيض، وده لون اصفر واحمر، في اصفر كمان وبينك وبينك تمام ماشي. ده الشجر الصغير وكده. تعال نحلل الخشب بزيادة، خلينا معانا ستاك كده احتياطي. يلا بينا ندخل الكهف ان شاء الله يكون حلو. ممكن ناخد فحم كده احتياطي لو لقينا مش فحم تحت. بسم الله يا رب. ممكن ندخل هنا وندخل الناحية التانية. ممكن ندخل الناحية التانية. اللي شاف الفيديو التاني كده يعرف الأماكن دي. ده أصل الحفرة. لا لازم ندخل الحفرة دي. كانت فين يا جدعان؟ كانت فين؟ اتوقع دي هي دي. انا عارف ناس كتير جدا شافوا الكروي ده. الصراحة انا مش عارف بيبيع ايه، فبتمنى يبيع حاجة سهلة. بيبيع باكت مية. اوكي، وفي الخشب الابيض ده نادر قوي، عايز اجيبه والله، بس مشكلة بيبيع حاجات غالية الصراحة. دي المشكلة. شوفوا بعدين ممكن نقتله ولا خليه. ممكن نقتل العالم. ايوه ناخد اللي هو الحبل وجلد. انا باخد اصلا بقتل الحاجات عشان ناخد الحبل بتاعها.
عشان مش عارف والله العظيم النسخة دي بعرف اصنع الحبل ولا لا، مش عارف لسه. يلا مش هنطول عليكم، ندخل الكهف ناخد لحمة البقرة. البقرة بتزودنا 4 أو 3.5، 3.5، يعني رقم مهول. ندخل الكهف. آخر مرة وصلنا الحتة دي، طلعنا فوق، رحنا هنا هو ده زي الحتة التانية اللي أنا قلتلك عليها. نزلنا تحت بقى شفت حاجات من بعيد كده ايرون وحاجات حلوة، واستفدت منها كتير جدا جدا يعني. اول حاجة معلش انا مش هضيع اي حاجة في هنا فحم. كسر الفحم سريع سريع. بتمنى الصوت اللعبة وصوتي يكون واضح لكم. لو مش واضح لكم بقى مش عارف اعمل موضوع الصوت ده بصراحة. الصوت بيكون اكتر حاجة في الفيديوهات وحشة صراحة هي الصوت. فلو عارفين حاجة الصوت يكون حلو، لو الصوت وحش يعني قصدي في الفيديو ده، لو الفيديو ده صوت وحش تساعدوني اعمل ايه في الصوت ده لو انتوا عارفين حاجة. وان شاء الله الفيديو يعجبكم، ويا ريت تكتبوا في التعليقات نلعب ايه في الحلقة الرابعة، في الفيديو في الحلقة الرابعة او الحلقة الرابعة عامة، مش في كلاعب لوحدها. وانا اهو في شوية اكتر كائن الايرون راح، الايرون راح. اوف. لافلازولي صح اسمه كده، لافلازولي. ماشي على اللغة بس توقع اسمه لافلازولي. ويكسر دي، نجرب. بسم الله. كويس يتكسر. لافلازولي ده استفاد منه، مش عارفين ماينكرافت استفاد منه في تطويرات حلوة اوي الصراحة ومهمة. ده نحاس، معنا نحاس كتير جدا في البيت، بس ممكن نجمع برضه نحاس علشان النحاس ده اصلا ذراع من النحاس. ومفروض اصلا نعمل حاجات اللي بنكسر فيها والزيت واكسب النحاس برضه. فكروني اعمل نحاس، او لو لقينا حديد ايرون كتير نعمل بالايرون احلى اكيد. في هنا ضلمة، ايه دي ابرق عادية عشان ادعى بيها. اشوف هنا في حفر هنا جوه، في حفر هنا في نحاس. كسر النحاس كسر. ولو مش عاجبكم موضوع التكسير وكده، انا صراحة شايفة في بحب الفيديوهات اللي زي كده الصراحة. لو مش بتحبوا كده تكتبولي في التعليقات، ان شاء الله ارد عليكم بكل التعليقات. بحاول اعلي صوتي. في هنا كائن بكره خالص واللي هو سكيلتون. اضرب اضرب اضرب، السلام بس كده. عشان في الدرع، فالدرع احلى حاجة في سكيلتون، انت تعرف تتعامل معاه. كسر كده الفحم، كسر ما شاء الله شكلنا اكبر كسر اهو. شكلنا في الفيديو ده هنجمع كمية معادن وفحم كتير جدا، ويا رب نلاقي الدايموند يا رب. انا شفت ايرون كويس. ايرون جدا، ايرون ده حاجة مهمة جدا 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 في اللعبة. انا في حاجات كتيرة جدا ما شاء الله يعني في اللعبة. يعني بالنسبة لي اصلا الايرون اهم بكتير من الدايموند، مش اقوى بس اهم. في حاجات كتيرة جدا بالنحاس وفحم وايرون في نفس المكان. عشان كده مش بيقولولي ناس كده بتقولي مثلا، مش اكيد مش بيقولوا في التعليقات بس ممكن يقولوا من نفسهم ان ليه بتكسر فحم ده رغيف او نحاس، ممكن يكون مستخبي وراه حاجات مهمة وكده فاهم. مش تبص على الكوباية الفاضية، قصدي مليانة. بص على الكوباية الفاضية حتى لو كانت ممكن يكون تحتيها حاجة.
زي دلوقتي نحاس كتير جدا اهو، وفحم كتير جدا، ووراهم ايه الايرون. المفروض بقى كده مينفعش بقى اجمع النحاس ده كله، مش هعمل حاجة في النحاس، لازم اعمل حاجات كتير جدا بالنحاس. وانا ايرون ممكن نعمل حاجات برضه في الايرون لو لقينا ايرون كتير. اوكي، حتى الان بنقص في المكان ده ما شاء الله فيه معادن كتيرة. نكسر 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 كسر 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 كسر، مش عارف تخلص ما شاء الله. عايزين نشوف كده كمان كام فحم، وكمان كام حديد، وكمان كام معادن ونحاس وشغل دايموند اللي جينا لافز مهم جدا برضو، مش حاجة وحشة، حاجة مهمة جدا. اوكي، هنا ممكن حاسه اغوط، وهنخش هنا. ممكن نروح الناحية التانية لو لقيناها خلاص نخش فيها. ده مكان ما شاء الله مكان كبير اوي، اتمنى ان احنا نخلصه النهاردة. هنا في غوطة وغويطة، تروح على الغوطة اللي على اليمين، بس دي مش غويطة، دي نازلة، دي ما دي سلم، فنروح على السلم. لو بتحب الفيديوهات الطويلة اكتبلي في التعليقات برضو، ان شاء الله يكون الفيديو كله يعجبكم، وكل الحاجات اللي فيه تكون حلوة ليكم والمشاهدين ان شاء الله. واتمنى لو عجبكم ياريت تعملوا مشاهدة، تتفرجوا على الفيديو كامل، ولايك او اعجاب، عشان بستفاد منه كتير جدا. وصراحة بتعب جدا في فيديوهاتي والله. ياريت تقدروا التعب وتعملوا مشاهدة ولايك. انا عارف الناس بتطلع من كده، نكسر دي مثلا، بص تنزل تكسر واحدة عشان في دي، تكسر دي تنزل تكسر. ممكن نعتمدها تكسر دي. بس في هنا كمان، وهنا وهنا دين دين دي مش عداوة. كسر النحاس دي، كسر كسر. خلصنا بقى البتاع، نخلي دي مع كنتش تشمع المكان. كسر دي عشان بتكون شابكة أوي في المكان. في ايرون هنا كويس، انا عارف ناس كتير جدا مش بتشوف الحاجات دي، وبتشوف الحاجات دي في نفس الوقت. لو شفت اي حاجة اكتبولي في التعليقات، عشان محتاجين حاجات كتيرة جدا بصراحة. ايرون هناك شكله حلو، ايرون بقى نادر حبتين في الماينكرافت الجديدة دي. القديمة لو انتوا بتلعبوا القديمة هتعرفوا قيمة الايرون، هي نادرة مش نادر، تعرفوا. في حتة هنا مفيش معادن، وفي هنا مية، ننزل مفيش حاجة في المية. فكده خلصنا المكان ده، نطلع نروح المكان اللي بعده. يلا 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 يلا، كسر دي. لا لا لا، ليه ايوه، روح دي هنا.
تنزيلات ونزيلات. شوف الموضوع ده. هي الحاجات اللي شبه الشقة دي لما بقع فيها بقع عليها بتدمجني صح ولا عشان الارتفاع؟ اتوقع عشان الارتفاع. تيتاني بيكاكس صنعته كده بيكاكس اتكسر. نعرف برضه بيكاكس كم مرة اتكسر وكم مرة جبنا الموارد دي محتاجة جدا. أي حاجة في ماينكرافت ليها أهمية واللي أصدمكم إن ليها أهمية حتى لو كانت لحم زومبي. أنا عارف أصدمه دلوقتي، زومبي لحم زومبي يا مصطفى، زومبي لحم الزومبي ده أصلا يا مصطفى أنا برميه كل شوية، بقتل ومش بمسكه ولا باخده ولا. والله العظيم هتستفادوا منه، يعني استفادوا منه كتير جدا جدا جدا، بس في المستقبل هتعرفوا. اتوقع لما اقع هنا هتدمج مش هتدمج كويس. هنا ايرون نجيبه ازاي ده؟ نروح هنا كده. لا دي كده. اوكي خدنا الاتنين دول. ننزل هنا المكان ده شكله كبير، انا بحب اشمع عامة. بعد كده لو لقيناه كبير بزيادة ممكن اعمله حلقتين، وممكن حلقتين تكون ورا بعض عشان نخلص الكلام ده خالص، عشان مش عايز اطول عليكم في الفيديوهات بمدة الفيديو يعني. ممكن نعمل حلقة تانية على طول تكملة الكهف. بعد كده بقى بعد لما نخلص الكهف خالص كل اللي العب ايه، ولو عايزين تحبوا ماينكرافت هكملها وكده، ونعمل ايه في ماينكرافت وكده. في واحد ما شاء الله عليه قال لي لعبة امونج اس فعملناها، اتفرجوا على الفيديو تعجبوه. شايف فيديو والله العظيم تعبت منه جدا، والصراحة كانت مشاكل كتيرة جدا امونج اس كانت موجودة في الفيديو. ويا ريت تتفرجوا على الفيديو شوفوا المشاكل دي عشان تساعدوني وكده في المشاكل دي، لو انتوا عارفين المشاكل دي بتتعمل ازاي. هنا في ايرون كويس من فوق وصعب جدا يتشاف، بس الحمد لله شفناه. ايرون كمية جميلة. لو تحدي برضو لو ياريت تتوقعوا كده معايا نجمع كام ايرون. انا اتوقع 3 ستاكات ايرون في المكان ده، اتوقع يعني 64 حبة 3 مرات 64 حبة. دي توقيعي وياريت تقولوا توقعاتكم. هنا في كريبر اوف كان شكله خطير، يارب من موت عشان معانا 17 ليفل ولا موت ولا مرة. في زومبي هنا بيطلع ايوه كده ايزي عادي. هنا في ايرون صح؟ لازم شيء. انا حاجة المشكلة في البتاعة دي هي ايه، حاجة شوية هي اتكلمت عليها فيها، هي دي حاجة شوية شبه السجن كده، شبه السجن. في حاجة برضو هقول لكم عليها، ان لو انتوا مش معاكم فحم وكده فاهمين ومش خايفين تنزلوا كهف عشان تعملوا فحم، بس ممكن تجيبوه من بره او تعملوه من بره اصلا، تستبدلوه بحاجة زي هي خشب، او لو انتوا عايزين فحم من الاساس تعملوا ايه. انا لو انتوا عايزين انا اعرف طريقة ازاي اعمل فحم من خشب. ممكن لو نطلع ان شاء الله، اذا لو عشنا يا رب ان شاء الله نعيش عشان شكلنا هنموت، ان في وحش كتيرة جدا جدا يعني.
مكان كبير، مكان كبير يا جدعان. بس محبش الاتنين ورا بعض كده. كريبر كمان. كريبر كريبر كريبر. بسم الله. اوف اوف اوف. كريبر مشكلته مشكلة. يلا بينا نحس تقريبا نجمع اكتر من 6 استاكات. حاسس كتير جدا وحاسس انا اتملي من الحاسس ده. واتمنى لا ان احنا يكون اسرع مكان نقضي، عشان مبحبش اوي في منطقة الصراع الحتت دي، ان يكون مكان ملا بقى. كنت الموارد معاك ملا ومش هتعرف تاخد تاني. بس لحد الان ما شاء الله بناخد. كنت لسه بتكلم يا مصطفى حرام. في دي، شيل دي لوكا واحدة كده. لسه بتكلم ما شاء الله بقول يا رب الغيران يا حيوان. الايرون. شفت الايرون اللي اختفى ساب الكريبر. يلا الحمد لله في ايرون كويس ربنا. الحمد لله ايرون واحدة ماشي. نصنع كمان واحد. هنا في ضلمة شوية. ممكن نبدأ من هنا عشان المكان هنا أصغر بكتير من المكان نفسه. نموت. نخاف شوية يا جدعان. اوف لو بصينا عليه يا رب ما نبص عليه، مش بص عليه بالغلط يا رب. لو اندر مان لو بصينا عليه هيهجم علينا، وده قوي جدا، ضربته قوية جدا. في نحاس هنا، في فحم. هنا في نحاس هناك، بس يعني صعوبة الطلوع. وانا فحم بقى يلا عشان تقولولي طيب انت بتركز في حاجات بس بسيطة. يا عم في فحم، شوية شموع، في نحاس كتير جدا هنا. حديد هنا كمان. نور حديد. نور مش خايف هرجع اخد الحديد ده ومنور. بس المكان شكله كبير. تعال نروح الاول هناك. اندرمان ده نفسي اقتله، مش خايف اموت والله يا جدعان. اموت انا فهرجع هنا تاني. بس مشكلة الليفلات دي مشكلة، ومشكلة ممكن يروحوا عليا الدروع والحاجات دي. تقريبا لو طلعنا فوق تلاقي بصيت عليه بس مش كده، لمحته بس. فين هنا نقفل دي. يلا بينا. ايرون هنا برضه الحمد لله في ايرون كتير، وان شاء الله نجمع 3 استاكات. لو اكتر من كده مش هقول حاجه، بس اتوقع 3 استاكات هنجمع ايرون 3 استاكات اتوقع. ماشي انا مش عارف حتى اول مرة كام في الايرون. هشوف. لا بلاش نكملها تحدي.
هنا وعه هنا يا جدعان حاجة حلوة جدا. الحاجات دي نادرة جدا جدا في ماينكرافت. ممكن نجيلها بعدين، بس مشكلة انا عازم الصراحة. ايرون هنا، بس في ايرون هنا كمان. بس الايرون ده لو وقع كده كده انزل اخده، مش فارقة. كسر كسر كسر. بس ننزل بقى، ننزل من المكان ده. انا هاخد الايرون. في ايرون هنا. نطلع نقتل اسمه ايه ده، الاخطبوط، بس النادر ده. مشكلة في واحد تحت خالص. بسم الله. فين راح فين؟ اختفى ولا ايه؟ في ايه؟ يوه، دهب دهب والله العظيم ما شفته يا جدعان. ورب الكعبة والله العظيم ما شفته. ايه ده؟ المكان ده عميق برضو. اوف المكان ده كبير. ده المكان كله بحر يعني. دهب برضو هنا. وهنا في كهف داخله. لا وفي لافز. لا المكان ده كبير قوي. اوه، عشان اكسجين. لا زومبي. م-م. ده مش حسابها. في حاجات كتيرة جدا مش تخاف اجيبها. اروح اخدها تاني، بس الزومبي اللي بيجي ورايا ده. شكرا يا اخطبوط، عرفتنا حاجات كتيرة جدا. ممكن نستكشف الحلقة دي، شكلها طويل قوي. شوف الحلقة دي المكان ده. بعد كده الحلقة التانية ممكن نستكشف مكان تاني. هنا لسه بيترسبونوا هنا. ممكن ناخدها كذكرى. هو بيترسبونوا هنا. عايزين نقف. بس كده. هنا دهب. نروح نشوف الموضوع الدهب ده. ايوه، كده كده. كسر. لا، الدهب ده بيتكسر بالحديد. يا جدعان نسيت والله. كنت اكسره. نكسر طيب اللي قدام دول. ونعمل فرن. ماشي، تعال جيب فرن معايا. واعمل فرن كده تحت. يلا انا شفت ازاي الايرون استاك وشوية. لسه نعمل فرن واحد. ايه، حط الايرون. عقبال لما الايرون يخلص ممكن نروح نجيب ايرون تاني. ايرون شكشف اللي هناك دول. الزومبي بعاد شوية، ممكن يختفوا. بس كده. لو انا عايز حاجة ممكن نكمل الحاجات. يلا نكمل الحاجات مرة فينا كسور. في دهب تحت. في معادن تحت. هنا البتاع. تعال نرجع. ضربني بس صغير. بكرة الصغير ده أكتر من الكبير. هموت. نص. يا رب فيش مكان ولا ايه؟ اخدته. فين الستيكس؟ كله راح.
اعمل ستيكس. مفيش مكان. كتيرة جدا مش محتاجينها. مثلا شيل دي يا عم، شيل دي، خلي ده ما هنا. ده هيتكسر اصلا، ممكن نعمل واحد غيره. بلاش ده، بلاش ده. نكسر ده بالحتة كده. فروت كده خلاص. تعال نروح. ممكن ده نعمل ايه؟ نكسر الاتنين دول ونفتح فوق. نكسر كده. الدهب فين؟ الدهب فين؟ ده مش دهب، ده ايرون. ايرون ايرون يا جدعان، انا كنت فاكر دهب. ايرون اهو. فين ايرون؟ كسرنا. هنا برضو لابس. كسرنا. هنا في اطلع. اوف زومبي. كان يقتلني والله، مش ركزت معايا. خد خد خد. يا سلام. قتلناه. انا عارف شكل الفيديو ده هيطول جدا جدا جدا، ولو انتوا بتحبوا الفيديوهات الطويلة دي اكيد الفيديو ده يعجبكم جدا جدا. يعني شكله طويل والله العظيم، عارف ايه اللي هيحصل قدام. اطلع يا مصطفى، مش ناقصين. اطلع والنبي. مش عايز اطول عليكم عشان ممكن تزهقوا. بحاول والله العظيم. يا ابني اطلع. اه، المشكلة دي بقى. اطلع من هنا. لافز بقى نستك منه، علشان كده وقف. شيل ايه؟ شيل ايه؟ شيل اللحم. للأسف أشيل اللحم ده، مع انه مهم والله يا جدعان. مستقبل. في أرض تحتينا هنا. في ايرون. ليه نزل يا ابني؟ مش تنزل هنا. ايوه دي ودي. كويس. فينا واحدة كمان بس. في واحدة هنا، لو نعرف نكسرها. حطينا هنا نكسرها. واحدة. لا لا، مش درجاتي بقى. بس كده. هنا في دهب. تعالى نروح من كده. في الدهب. نكسر الدهب. كسرت الدهب. انا كسرت الدهب اللي هناك ولا ايه؟ يا جدعان كسرت الدهب. شيل دي. مش معايا ولا دهب، لسه جاي الدهب. كان في دهب هناك. يا لهوي. صداع يا جدعان، صداع. حلو. هو طلع لنا بس مفيش مكان. ارمي ده. نقتل واحد كمان حتى. يقتل ضربتين ممكن يقتل كله. اوكي. قتلنا ده كمان.
قتلناه. فين بقى الدهب؟ دهب الذكي طفاه مش خدوه. توتر يا جدعان بينسي والله، توتر بينسي. تعالى بسرعة 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 نرجع نفس ما كنا. ايه الزومبي الغريب ده؟ مهما عملت مش هخاف منك، مهما عملت مش هخاف منك. انت زومبي. هنا في دروع، بس هتلاقي دروع وحشة بتاعته مكسرة مبهدلة. ولكن والله العظيم شكلنا هتطول قوي، ممكن نكتفي كده. مش كهف كبير كده، ممكن 3 حلقات. والله ممكن فاكر كبير جدا يا جدعان. لا 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 خلاص استسلم، انا استسلم. اخد دي بس كده. كريبر اوعى تكون طالع بس. انا هستسلم خلاص، انا هستسلم. فاكر حاجات فرقعت. اوكي انا كده خلاص، انا هستسلم. مستحيل اعرف اكمل. كان كبير جدا 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 فوق ما تتخيلوا، كبير جدا. و يعني مش عارف شايف اقول ايه، كبير قوي. انا دلوقتي ارجع المكان، نفس المكان. انا ارجع للبيت ان شاء الله، بس نكون عارفين طريقنا عشان مش نتوه. لا مش هنا مش هنا، المكان ده. ايوه المكان ده. نطلع من هنا، نطلع من هنا. بس كده. رحنا هنا رحنا هنا رحنا هنا، شفنا دي نزلنا فيه. يا لهوي والله العظيم، يعني حظ كبير جدا ما شاء الله. الحلقة دي انا كنا كل ايه ده، كل شوية اموت كل شوية اموت. اوف 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 اوف. انا شكلي ما هسيب التصوير بجد، كنت هقفل التصوير واكملها ايه، من غير تصوير. عشان ايه؟ مش كتر معاكم الفيديو مدة الفيديو. بس شكلي مش هقفله، شكلنا هنموت والله من البهدلة دي. عارفين نطلع اخيرا، اخيرا نطلع من الكهف العملاق. مستحيل ده يكون كهف، ده حاجة كبيرة كبيرة كبيرة. نطلع من المكان ده. كهف عملاق عملاق. يعني كان معاك كتير جدا، بس ايه عشان ايه مش يكون قدامنا كده، مش كان محدود بس كده في العين. ونروح نشوف اللي جمعناه في الداخل. فاهم؟ خد ده شكله هيتكسر، ربنا يسترها ومش هيتكسر. يا رب يكون الصبح طلع. شو الصبح طلع بيكون ليلة كاملة ليلة كاملة يا جدعان نستكشف الكهف العملاق. مستحيل ده يكون الكهف ده عملاق، أكبر كهف يعني شفته في حياتي. ده نفسه يا جدعان، اللي بيقولوا ده ايه، ده نفسه واللي قدام نفسه. فبكده وصلنا الحمد لله
ونشوف ما شاء الله. 2 3 4 5 6 7 ونص، 7.5 ستاك من آه نحاس، وستاك و14 حديد. انا كنت فاكر اكتر بكده بكتير، وكنت دول 3 ستاكات. وجبنا دهب، وجبنا اللافز لازولي. يعني ما شاء الله النهارده يعني الحلقة دي حلوة جدا، شفنا حاجات كتيرة جدا، جبنا حاجات كتيرة جدا نادرة. وحاسس الفيديو ده خلاص انا مش لازم دايموند والله. الحلقات الجاية ان شاء الله نجمع دايموند. انا برضو ستاكين تقريبا فحم جبناه برضو. الحلقة دي وقع ستاكين من الفحم. يعني حاسس ان الحلقة دي حلوة جدا وطويلة جدا. معلش يا جدعان لو مش بتحبوا الطويل وكده، فبتمنى الحلقة دي تعجبكم. إذا عجبتكم ياريت تضغطوا إعجاب في الفيديو والمشاهدة. والله بستفاد منهم كتير جدا يا جدعان، وبتمنى مشاهدة كبيرة والإعجاب أكتر وأكتر إن شاء الله. وبتمنى السعادة والفرحة، وبتمنى إن مش تستنوا إن أنا أقول لكم صلوا يا جدعان، صلوا. دي أهم حاجة في الحياة، في حياتك كلها، حياتك كلها أهم حاجة الصلاة، أهم من أي حاجة. ماشي يا حبايبي، فبتمنى الفيديو يعجبكم، ومع السلامة، مع السلامة.